كنت الشغل الصبي التاني. بتاعه ما لما عشان كان احنا ياخد كنا شقق مع بعض، فاضي. تقول لي ايه ما تجيبش حد اقول له عشان ما توفر تجيبش، وانا يعني هاجي العامل معاك يعني. واوفر فلوس العامل الدهان توسع علينا في البيت. فالشقه فاضيه. العامل بياخد هتلوني. كام مثلا 20 جنيه، اديني انا احنا ال 20 جنيه وانا هاجي شغال، اروح اقلب له معجونه المونه وانام جنبه واسيبه يكمل. اشتغل ما انا لوحدي. حامل هعمل ايه، بس اهو تقول كنت لي ايه بجتهد. رايك لو نمت بس 5 دقايق كده؟ اقول لها في الاخر مفيش حد معايا، قالت لي بس 5 دقايق. وتنينا على كده في الحياه، نجتهد اللي بيها نعمل ثمره، يعني اللي بيها يبقى معانا ظروفنا تتحسن. يعني لما مثلا تبقي توفير يعني، محتاجه بس يا ام حاجه مش النسان. عارفه اقول، الحياه كانت صعبه شويه، الظروف مش مدياك المساحه اللي انت عايزاها في اكل وشرب ومعيشه وكلام من ده. بس ناس يعني حد غيرك يا شمس ممكن كان يقول لا انا ست، انا اقعد في البيت والاكل وشربي وهو يقضي لي كل حاجه. ده مبدأ غلط، هقول لك ليه. اما تكوني واخده راجل ظروفه على قده وانت ناويه تكملي معاه عشان خاطر معاكي عيال، يبقى تعملي اي حاجه عشان تكملي، طالما تقدري تجيبي الجنيه وتساعديه وتسانديه وتساندي نفسك. اولا اصل انت لما تيجي تساندي راجل انت بتساندي نفسك ان انت هتكملي، بتبني بيت. هتكملي. لكن انت لو رجعتي لورا قلت لا ده انا لازم اتستت واقعد في البيت، هتخسري. ما هو انت هتستتي على حساب مين؟ على حساب نفسك الاول. ليه؟ لان هو ده ظروفه كده، انت خدتيه كده. ما ينفعش اخد راجل مثلا مرتبه 5000 جنيه ومصروف البيت بيعدي ال 7000 جنيه واروح اقول له اتصرف طلع لي منين، يجيب منين الباقي؟ ما احنا نعقلها ونتوكل. انت عايزه السبعه اجتهدي وساعدي معاه، هتجيبي العشره مش هتجيبي السبعه. فهمتي؟ انما تقعدي كده تضربي 30 في 40 وتحكي لصاحبتك ده النهارده مش لاقي ياكل، ده مش مكفيني، ده مش مقضيني، وشكاوى ماما وبابا والكلام ده كله غلط. والله غلط. انت لازم تتفهموا الحياه غير كده، اقسم بالله. لازم تفهم. انت هتعتمد على نفسك، انا اقدر اشيل نفسي اقدر، بس الحياه بدون راجل ما تنفعش. ليه بقى؟ هقول لك ليه. هو سند سترك، منع عنك بلاوي كتير، عامل زي باب شقتك ما هو مقفول كده، هو قافل عنك بلاوي. خلي بالك احنا مهما تقولي لي بنتقدم، بس احنا فينا عادات ايه دي مطلقه، دي قاعده من غير جواز. بتتغير الحاجات دي؟ لا لا. استحاله هتتغير عاداتهم التقاليد بتاعتنا اللي ما بتتغيرش دي. وبعد ما اشتغلتي بقى معاه صبي. بس بقى خلاص انا كده هنا خلفت بقى مرعي. قعدت في البيت. بدات ادور على حاجه تانية، بقيت اطرز. بقيت اطرز فساتين عرايس. يعني بقيت اطرز فساتين واركب خرز وكلام من ده. برضو مش مجازيه. لحد هو بقى ما مر بظروف طبعا ايه في الشغل، ووقع من ان هو بيركب بلكونه، اتكسر بقى ضلوعه، ايديه رجليه كده، جاني متفشفش من كل حته. طب انا هعمل ايه هنا بقى؟ انت عايشه في بيت عيله ومحتاجه تقفي على قاعده في رجلك. بيت عيله كمان. طبعا، ومحتاجه تقفي على رجلك. انت البيت اللي انت قاعده فيه محدش بيساعدك؟ لا 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 لا، ولا حد بيسال عليا ولا الكلام ده كله، كل واحد في حاله، كل واحد بيدور يعدل نفسه، ما حدش بيعدل غيره. هنا ما حدش بيسال، والحمد لله رب العالمين ان انا ما سالتش حد في حاجه.